عبد المجيد بوقرة صخر الدفاع المنتخب الجزائري اللي كان يحسك بالأمان. شو كيفاش يقطع الكرة؟ شوف، كأنني نقول لك يشدك يعصرك، وكان يخرج الكرة بالهدوء. وأنا كنت الإنجليز جننهم، خرجهم ما عقلهم، خرج الوحش اللي كان مخبيه. حيرهم زيرهم كيما يلزم الحال، غير ما تجوزها. شوف بوقرة الأناقة وانا كنت مصر في درمان دار مباراة كبيرة، والهدوء في الخروج بالكرة، وذيت كوريا ما تجوز يصيرك يشدك. اني نقول لك ما يخليكش تروح، روح لنا نتايا، وانا بالطالونات ياه. وانا التاني قطع حاله كيما يلزم الحال. كان نقول لك الصلابة في الدفاع، دفاع مستوى عالي وتدخلات الخشنة كيما يحب خاطرك. كان يتدخل وتاني يشمها. يشمها. انا كنت نعرف بوركينا فاسو ثاني دار ماتش في الشباب، هذا اقوى تدخل داروا بالك في ليكيب ناسيونال. كان يفرحك شغل لو يدير في التايكواندو ولا في الجيتو، دخل فيه بالحرارة. هذه لقطة لك قريب راح بعمره. وهذا الهدف بدعاوي الخير جماعة من الاخر، اللي شافوه ولا مبالو، خبطت في راسه ولا في صدره ما يهمناش، المهم دخلت وطلعنا كوب دي موند. هذاك هو الصح والله. غير هدف هذا والله ريحية لك كيفاش دخل، سبحان الله. والله سبحان الله تقولوا صحيح. هذا ما كان بيت في الشباب. هنا بوقرة كان التمركز تاعو في الشباب وعطاها بلاغوش. كيف دخلت. هذه من الغاز كرة القدم. وهذا أجمل هدف سجله بوقرة في مسيرته مع النادي ديالو. اتفرج وترشق، خرج من الدفاع للوسط للهجوم، مراوغات يمين يسار، وسجلها بيسرى ولا في الأحلام. وهذا هو أهم هدف سجله مع المنتخب الجزائري كونتر كوت ديفوار، اللي خلى الحارس حاير. وش رايكم، يستاهل أحسن مدافع لعب في المنتخب الجزائري؟